متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن اليوم بين أعضاء جمعية العلماء المسلمين شعبة بلدية الحمدية، وهذا بمناسبة العرس القرآني والمتمثل في ختم 22 طالبا وطالبة للقرآن الكريم، 18 منهم إناث و4 ذكور. ستتابعون معنا في هذا الفيديو تفاصيل هذا الحفل الديني. تابعوا معنا. شيخي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه ظمآنا بتلاوته روحي تسمو بتدبره عقلي ينمو بتلاوته روحي تسمو بتدبره عقلي ينمو ويزول به عني الغم فأظل سعيدا فرحانا شيخي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه ظمآنا وأنسي إن كنت وحيدا يذنيني لو سرت بعيدا وأنسي إن كنت وحيدا يذنيني لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا سرت به حقا إنسانا شيخي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه ظمآنا أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنال بدنياي فخرا وبآخرتي ألقى أمانا شيخي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه ظمآنا رتله يا شيخي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. قد من الله سبحانه وتعالى في ولاية برج بوعريريج، وبالأخص في دائرة الحمدية، شعبة جمعية علماء المسلمين بالحمدية التي يرأسها الشيخ الفاضل خادم لكتاب الله اللي هو الشيخ جندي فارس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم جميعا، وقد من الله عليهم بأن ختم لهم تقريبا 22 حافظا وحافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا من بركات القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود هذه الجمعية المباركة التي يسري خيرها في هذه الأمة، وأسأل الله أن يحفظ بلدنا وأن يبارك في إخواننا جميعا وأن يزيدهم من التفوق ويكرمهم ببركة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا فضل من الله عز وجل أن تفضل علينا بختم 22 خاتم لكتاب الله عز وجل، وهذا نتيجة الجهد المبذول لجمعية العلماء في شعبة الحمدية، وهذه من أوائل الجمعيات اللي افتتحت في على مستوى الولاية، فلله الحمد والمنة. ونسأل الله سبحانه عز وجل أن يكون هناك مزيد من النجاحات، ونسأل الله سبحانه عز وجل أن تقتدي بها جميع البلديات، جميع الشعب البلدية، فيختمون يعني لكتاب الله عز وجل. فهذا يعني القرآن كما هو معروف، احفظ القرآن والقرآن يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
مرحبا بك سي عبد الملك، مدير صفحة صوت الحمادية. مرحبا بك في هذه المناسبة السعيدة، ألا وهي تكريم 22 حافظ وحافظة لكتاب الله الكريم على مستوى شعبة الحمادية لجمعية العلماء المسلمين. باسمي الخاص كمدير للتنظيم في هذه الشعبة، وباسم كل زملائي، وباسم رئيس الشعبة البلدية، نهنئ طلبتنا الحافظين تهنئة مباركة، ونقول لهم بوركتم وبارك الله فيكم، ومشكور كل الحضور الذي ساهم في إقامة هذا الحفل الكريم. نسأل الله تعالى أن يبارك في حفظهم ويبارك في أوليائهم، ونشكر كل من حضر معنا وفرح معنا. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الذي أنعم علينا بختم كتابه العزيز. أسأل الله أن يجعله لي نورا، وأن يلبس والدي تاج الوقار. وكل الشكر في هذا بطبيعة الحال. الشكر الأول شكر الله عز وجل، وأشكر الشيخ فارس الذي كان له الفضل الكبير في هذه الختمة، والشكر بطبيعة الحال لوالدي الذين سهر على تعليمي، وكان لهما الفضل في أن ختمت كتاب الله عز وجل. والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.